السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، فيديو جديد في قناة عالم ملك. نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض النهاردة البسكوت بتاع العيد. البسكوت اللي انا هعمله ده بسكوت النشادر. انا كل سنة بعمل بنفس المقادير ونفس الطريقة. السنة اللي فاتت لو ترجعوا للفيديو بتاع السنة اللي فاتت هو هتلاقوا نفس المقادير، ولا بزود ولا بقلل. المقادير دي يعني اعتمديها. البسكوت هيطلع معاكي حلو قوي قوي قوي. تلاقي البسكوتية معاكي خفيفة كده وهشة مش مكتومة. بتتقطم بكل سهولة ومش جامدة. بصوا، شوفوا بقى الفيديو. هيعجبكم قوي قوي، واتمنى ان انتوا تجربوا البسكوت بتاعي ده. ان شاء الله هيعجبكم، بس اهم حاجة تمشوا على المقادير، والمقادير بتاعة البسكوت هكتبها لكم كلها في صندوق الوصف. تمام كده، عشان لو حد حابب يعمل لها سكرين شوت وياخدها يحفظها عنده ويعمل نفس الطريقة. طيب، احنا هنعمل النهارده هو كيلو واحد من البسكوت. عايزه اقول لكم كيلو البسكوت رمى كل الكميه اللي انتوا شايفينها ديت. يلا بينا بقى ايه نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف مقاديرنا ونشوف طريقتنا. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. طيب، اول حاجة هنعملها مع بعض اهو، هنحط الدقيق وهننخله. طيب انا معايا هنا كيلو من الدقيق، وطبعا الدقيق اللي احنا بنجيبه لازم ننخله، دي اهم حاجة. تاني حاجة الدقيق لازم يكون نوعه كويس زي ما انا قلت لكم في الفيديو بتاع الكحك. تمام كده، عشان الحاجة بتاعتك تطلع مظبوطة، وعشان الحاجة كمان بتتكلف. فيعني حرام ان الحاجه تبوظ والدقيق ما يكونش حلو. لازم تكوني واثقه من الدقيق اللي انت جايباه. طيب، الدقيق بتاعي اهو، ابتديت انخله اهو زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. هنحط بقى على الدقيق بتاعي دوت يعني ايه حوالي نص معلقه او اقل من نص معلقه صغيره من الملح. تمام كده اهو، يعني ايه ذره ملح، يعني ما تكتريش في الملح. طيب هنحط بقى الدقيق وهنحط ذرة الملح والدقيق دول على جنب كده، ونسيبهم بقى لحد ما نشوف المكونات بتاعتنا اللي احنا هنعمل بيها البسكوت. انا معايا هنا ربع كيلو من السمنة. تمام كده، هحط ربع كوباية من الزيت. طيب، انا لو ما عنديش حاجة اوزن بيها، هحط بقى من الكوباية اللي انتوا شايفينها الاولانية دي اللي هي فيها الزيت، هحط منها كوباية وربع. تمام كده، كوباية وربع من السمنة وربع كوباية من الزيت. تمام كده اهو. هنا الكوبايه دي عشان اكبر من الكوبايه التانية، هنا حاطه فيها كوبايه وربع من مقدار الكوبايه التانية. فاهمين قصدي؟ يعني الكوبايه دي واخده كوبايه وربع من الكوبايه التانية، يعني ربع كيلو من السمنه. حتى انا هتلاقوها متعصه اهو من السمنه، لان انا كنت بعاير بيها. تمام كده، وهنا معايا ربع كوبايه من الزيت. دي اول خطوه هنحطها في الخلاط. طيب هنحط هنا السكر البودره بتاعنا. السكر البودره هحط حوالي ربع كيلو من السكر البودرة اهو. بس السكر البودرة ده انا طحناه في البيت مش شارياه من بره. يعني هو الافضل اللي انت تعمليه في البيت، لان لو جبتيه من بره هتلاقي عملت قبل كده وجبت من بره، لقيت البسكوت بتاعي كان عادب خالص، لان هما بيخلطوه تقريبا نشا او دقيق، انا مش عارفه بصراحه. فبيبقى عادب غير لما بتعمليه في البيت. تمام كده. فلو هتجيبي من بره هتكتري شويه عن ربع كيلو، او تدوقيه بقى تشوفيه هو عادب ولا لا السكر بتاعك. طيب هنا ضربنا السكر مع السمنة مع الزيت أهو في الخلاط، كله هيتعمل في الخلاط أهو. هقلبهم بس كده في قلب الخلاط عشان خاطر الخلاط يمشي معايا أهو. كده ابتدوا يمتزجوا مع بعض. طيب هنحط بقى البيض بتاعي، والبيض بتاعي هحط 5 بيضات. البيض بتاعي هنزل بيه بيضة بيضة، يعني مش هحط البيض كله مرة واحدة، هكسر بيضة واحطها. طيب انا ممكن احط 4 بيضات على فكرة. لو البيضة عندك صغير هتحطي 5 بيضات، لو البيضة كبيرة وحلوة هتحطي 4 بيضات. تمام كده، بس البيض اللي أنا جايباه ده صغير فعشان كده أنا حطيت 5 بيضات. تمام يا حبايبي، هنا هننزل ببيضة بيضة أهو زي ما انتوا شايفين، والخلاط شغال أهو. صلوا بقى على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وحطوا لايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك في القناة. كده خلصنا البيض وحطيناه كله، وهنبتدي ننزل بالفانيليا اهو.
يبقى هنا حطينا ربع كيلو من السمنة، ربع كوباية من الزيت، ربع كيلو من السكر، حطينا 5 بيضات صغيرين وحطينا فانيليا وضربناهم كلهم مع بعض وبقوا بالشكل دوت اهو. هنركنه بقى على جنب وبعد كده نشوف البسكوت بتاعنا ده احنا هنعمله ازاي. هنا الدقيق بتاعي زي ما انتم شايفين وذرة الملح، هنحط عليه بقى ايه؟ هنحط عليه باكو من النشا. طيب إيه لو انت عندك نشا من السايب هتحطي 4 معالق كبار من النشا اهو. وهنقلب الكلام ده كله على بعضه، وهنحط كمان كيس من البيكنج باودر. بس هقلب النشا الاول مع الدقيق وبعدين نحط البيكنج باودر. ادي واحد، ادي اتنين، والتانية مش مليانة قوي 3 معالق. يعني ال3 معالق دول بمقدار باكو من البيكنج باودر، انت هتجيبي باكو هتحطيه كله. تمام. هنقلب بقى كل المواد الجافة دي مع بعضها وننزل بالخليط اللي احنا عملناه في الخلاط على الدقيق اهو. هنا انا قربت لكم الكاميرا شوية عشان يبقى الحاجة واضحة معاكم اهو. اظن مفيش اسهل من كده، طريقته سهله قوي قوي وبسيطه. وعايزه اقول لكم البسكوت كمان ما بياخدش وقت في العمايل بتاعته. وعايزه اقول لكم ان الكيلو اللي احنا بنعمله بيرمي كميه كبيره جدا جدا. طبعا افضل ما تشتريه من بره. هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه اهو زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. عايزه اتوه بقى الخليط اللي انا عملته في الخلاط مع الدقيق مع النشا مع البيكنج باودر مع ذره الملح كله كده في قلب بعضه. عايزه اقول لكم كانت ريحته حلوه قوي قوي قوي. بصوا بقى انا ايه، هاشمّر إيديّا كده وانزل بإيديّا على العجين عشان خاطر المعلقة بصراحة ربنا مش هتنفع. طيب أنا كده لسه ما خلّصتش العجينة كلّها بتاعة البسكوت، أنا هالِم بس الدقيق كده واتوّهه في قلب الخليط اللي كنت عاملاه في الخلاط، أهو زي ما أنتم شايفين بالشكل دوّة. يا دوبك إن إحنا هنلِمّه بس، مش هنعجنه، البسكوت ما بيتعجنش، أهو. طيب هنحضّر بقى معانا ربع كوباية من اللبن أو الحليب، تمام كده؟ ربع كوباية اللبن دي هادفّيها على النار، وهاحط معلقة كبيرة ممسوحة من النشادر أهي زي ما أنتم شايفين، وهادوّبها في ربع كوباية اللبن. هتلاقوه بقى كده عمل زي فوران، يعني النشادر هتلاقيها فارت كده في قلب اللبن، وتدوّبيه كويس جدًا قبل ما تنزلي بيه على البسكوت عشان ما يبقاش فيه حبيبات لسه ما دابتش من النشادر. يعني على قد ما تقدري تقلّبيه كويس جدًا، وهتلاقي فيه فوران كده النشادر مع اللبن. تتأكدي إن كل إن النشادر دابت كويس مع الحليب، وتبتدي تنزلي بيها على البسكوت بتاعِك أهو، زي ما أنتِ شايفة بالشكل دوّة، وتلمّي بقى العجينة أهو. العجينة يا دوبك تتلم بس، ما تتعجنش كتير عشان البسكوت ما يبقاش ناشف ومحجّر. أهو بُصّوا، العجينة ابتدت تلِم معايا أهو. يعني عايزة أقول لكم المقادير دي مضبوطة ضابطة ما أقولكوش بقى، أنا كل سنة باعمل بالمقادير دي، ما باغيّرهاش. هاركنها بقى على جنب كده وابتدي أحضّر المكنة بتاعة البسكوت بقى عشان نعمل البسكوت بتاع العيد. طبعًا أنا هنا غاسلة المكنة كويس جدًا ومنشفاها بقى عشان خاطر أحط فيها البسكوت ونعمل البسكوت بتاعنا، أهو. هاقفّل عليها بقى وآخدها وأروح أقعد في الأوضة وأعمل البسكوت، لأن أنا مش هاقدر أعمله وأنا واقفة، هاعمله على الترابيزة وأنا قاعدة في الأوضة وأنا باتفرج كده على التلفزيون، ونلف بقى البسكوت بتاعنا ونشوف هيبقى عامل إزاي. أهو هنضبّط كل حاجة في المطبخ وبعدين نروح على الأوضة على طول. أهو كده بقت تمام ومِيَّة مِيَّة والأمواس أهي. بُصّوا يعني بقت تحفة. طيب ابتدينا بقى إيه، نعمل البسكوت بتاعنا. عايزة أقول لكم البسكوت بسم الله ما شاء الله ولا اتقطّع منّي، وحتى لمّا خبزته ما نفشش منّي، يعني المقادير مضبوطة. البسكوتية طلعت خفيفة وطلعت هشة، وبصراحة يعني ما تعبتنيش خالص، خالص البسكوتية. طبعًا كمان الدقيق كان كويس، وكان حلو أوي، أوي، والحمد لله إن النوع الدقيق اللي أنا جايباه يعني ولا نطر السمنة ولا أي حاجة، وطالعة زي الفل. ده برضه من أهم عوامل نجاح أي حاجة سواء كحك أو دقيق بقى كحك أو بسكوت هو الدقيق. طيب أنا هاعمل البسكوت بتاعي بالرسمة اللي أنتم شايفينها دي. أنا باحب الرسمة دي بصراحة بتبقى حلوة أوي، أوي، أوي.
طيب وبتخلّي البسكوتية كده شكلها حلو. طبعًا أنتِ هتعمليه بالحجم اللي أنتِ عايزاه، عايزاه تعمليه يعني أطول من كده، عايزاه تعمليه صغير، زي ما تحبي. أنا هاخلّص كل الكمية دي، وبعدين أهو بُصّوا عامل إزاي، تحفة. هاخلّص كل الكمية دي وأروح بقى على البوتاجاز وابتدي إن أنا أسويه. أهم حاجة بقى أمّا تيجي تسوي البسكوت بتاعِك تخلّي بالِك وأنتِ بتسويه. يعني أول صينية هتدخّليها في الفرن، حاولي إن أنتِ ما تحطّيش فيها ياما، يعني تحطّي فيها بسكوتين أو 3 عشان تجرّبي الفرن بتاعِك وتشوفي البسكوت، لإن البسكوت بيبقى خفيف، فممكن يتلهف منِّك من النار، ما تبقاش النار معاكِ حامية. فدايمًا، دايمًا عوّدي نَفْسِك سواء بتعملي كحك أو بتعملي بسكوت أو أي حاجة بتحطّيها في الفرن، أول صينية ديّة لازم تحطّي فيها شوية صغيّرين. كتجربة عشان تشوفي السِوَى بتاع الحاجة. أول ما تضبّطي الفرن بتاعِك والحاجة تطلع مضبوطة، تبتدي إن أنتِ بقى تدخّلي الصواني بتاعتِك وتسوّي البسكوت بتاعِك، عشان خاطر إيه، يعني الحاجة بتتكلِّف حرام إن الحاجة تبوظ أو تتحرق. طيب هنا أنا كنت خبزت بقى البسكوت كُلّه وطلع معايا بالشكل ده. بُصّوا، عايزة أقول لكم تحفة. شايفين البسكوتية عاملة إزاي؟ عايزة أقول لكم البسكوتية خفيفة جدًا، وريحته بقى ما أقولكوش يعني كانت قالبة ريحة البيت كُلّه. بُصّوا السِوَى بتاعه، أهم حاجة السِوَى يا جماعة، تخلّي بالكم من السِوَى بتاع البسكوت. طبعًا الكيلو دي زي ما أنتم شايفين الصواني اللي قدّامكم دي كلّها، شايفين رامية كمية قد إيه؟ شوفي بقى أنتِ لو اشتريتيه من برّه يعني هتجيبيه بكام؟ وهيبقى كمية صغيّرة. أنتم شايفين الكيلو دي عمل الكمية دي كلّها، أهو. بُصّوا حاجة كده عظمة، حاجة فاخر من الآخر. أتمنى إن أنتم تجرّبوه، طريقته سهلة وبسيطة وحلوة أوي، 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 وهيرمي معاكِ كمية كبيرة. طيب بالنسبة النشا اللي أنا باحطه، عشان في ناس ممكن تستغرب تقول لِك أنتِ بتحطي نشا على البسكوت. لأ، أنا باحط النشا على البسكوت ليه بقى؟ عشان يخلّي البسكوتاية معاكِ خفيفة ما تبقاش مكتومة. جرّبيه بالطريقة دي وحطّي عليه نشا، هتلاقي البسكوتاية حلوة أوي، أوي معاكِ، وهتلاقيها خفيفة وهشة كده، وبُصّوا تحفة. بُصّوا بتتقطم إزاي. بكده بقى نكون خلّصنا الفيديو بتاع النهارده. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم. ما تنسوناش بدعواتكم الحلوة، ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. ولو أول مرّة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعّلي الجرس وتعمليه على الكل عشان خاطر يوصل لِك مننا كل جديد. كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم. أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.